أنتم تستمعون إلى بودكاست Self Synergy and Impact مع Leadership Coach و Attachment Styles Expert دكتور يمنى المصري، حيث نناقش في كل حلقة مفاهيم وأدوات تساعدنا على فهم أنفسنا، تحسين علاقاتنا، وزيادة فاعليتنا كقادة ومؤثرين. صباح الخير أو مساء الخير وأهلا بيكم في حلقة النهاردة. احنا داخلين على رأس السنة، كل سنة وانتم طيبين. وبالنسبة لناس كتير دي بتبقى فترة للتفكير والتأمل، تقييم السنة اللي فاتت والتخطيط للسنة اللي جاية. وجزء من البروسيس ده أو العملية دي عند ناس كتير هو ال New Year's Resolutions أو أهداف أو قرارات السنة الجديدة. ولو انت واحد من الناس اللي بيعملوا New Year's Resolutions، في احتمال أكتر من 90% إن أنت مش بتستمر في القرارات دي أو مش بتحقق الأهداف دي، أو على الأقل دي الأرقام في أمريكا، وأشك إن هي هتكون مختلفة كتير في البلاد التانية. وأنا شخصيا أقر وأعترف إن أنا في سنين كتير كنت واحدة من 90% دول. علشان كده السنة دي عايزة أقترح عليكم approach جديد أحسن بكتير وأنجح بكتير، وهيخلي فرصك في إن أنت تحقق اللي أنت عايزه أعلى، وشكل التغيير أو التطوير اللي ده هيحققه في حياتك أكبر وأشمل بكتير. الابروتش المختلف اللي أنا هقترح عليك أو عليكي إن انتوا تعملوه السنة دي هو إن انت أولا هتسأل نفسك سؤالين وتاخد وقتك في الإجابة عن السؤالين دول. السؤال الأولاني هو: أنا عايز أبقى مين كمان سنة من دلوقتي؟ عايز أبقى شخص عامل إزاي؟ والشخص ده مختلف عن أنا دلوقتي إزاي؟ إيه الاختلافات ما بين الإنسان اللي أنا عايز أكونه كمان سنة وأنا زي ما أنا دلوقتي؟ ده أول سؤال. وتاني سؤال هو: أنا عايز حياتي تبقى عاملة إزاي كمان سنة من دلوقتي، وده مختلف عن حياتي دلوقتي في إيه؟ أو إيه الاختلافات اللي أنا عايزها تبقى موجودة في حياتي كمان سنة عن دلوقتي؟ خد وقتك وجاوب بالتفصيل على قد ما تقدر. وطبعا ده هيبقى effective أكتر بكتير، هيبقى فعال أكتر بكتير لو جاوبت على الأسئلة دي بشكل مكتوب، لو قعدت وأخدت وقتك وقعدت تكتب كل اللي جه على بالك في إجابة الأسئلة دي على ورقة أو على الكمبيوتر أو على التليفون. it doesn't matter، لكن مش بس في دماغك، خلي الكلام يخرج من دماغك ويبقى قدامك قادر تشوفه بعينك. وبعد كده بناء على إجابة السؤالين دول هتسأل نفسك 3 أسئلة تانيين. السؤال الأولاني: إيه الحاجات اللي أنا محتاج إن أنا أحققها علشان حياتي تبقى بالشكل اللي أنا عايزه ده؟ وهتكتبها. والسؤال التاني: الشخص اللي أنا عايز أكونه كمان سنة ده، إيه العادات اللي الشخص ده عنده وأنا مش عندي؟ ف let's say مثلا إن أنا قلت أنا عايزة أبقى شخص بيهتم بصحته، وأنا دلوقتي مش شخص بيهتم بصحته. إيه العادات اللي عند الشخص اللي بيهتم بصحته اللي مش موجودة عندي؟ ممكن يكون مثلا إنه بيلعب رياضة عدد معين من المرات في الأسبوع، أو بينزل يمشي كل يوم، أو بياكل أكل معين، أو بياكل بطريقة معينة. وإيه العادات اللي موجودة عندي اللي مش هتكون موجودة عند شخص بيهتم بصحته؟ أو لو مثلا قلت إن أنا عايزة أبقى شخص علاقته بأهله أحسن، أو عايزة أبقى أب قريب من ولاده أكتر، إيه العادات اللي هتبقى موجودة عند الشخص ده؟ ممكن مثلا إن هو يكون بيكلم أهله كل أسبوع، أو لو عايش في نفس المدينة بيزور أهله كل أسبوع. ممكن يكون إنه شخص بيقرأ قصة لولاده كل يوم قبل ما يناموا. whatever it is، أيا كان إيه اللي أنت عايز تكونه وأنت مش هو دلوقتي، ده مرتبط بعادات معينة مش موجودة عندك دلوقتي، عشان كده أنت لسه مش الشخص ده، أو عادات عندك محتاج إن أنت تبطلها. فهتكتب إيه العادات دي أو مجموعة منها، يعني اللي هيجي على بالك. وتالت حاجة هتسأل نفسك: إيه الحاجات اللي أنت من زمان أو بقالك فترة نفسك قوي إن أنت تعملها وعمرك ما عملتها قبل كده؟ وبعد ما تجاوب على الأسئلة دي هتختار حاجة واحدة بس من إجابة كل سؤال من ال3 دول. هتختار هدف واحد بس، حاجة واحدة بس من الحاجات اللي قلت إن أنت محتاج تحققها علشان حياتك تبقى بالشكل اللي أنت عايز إنها تكونه. ممكن تختار أكتر واحد حاسس إنه مهم، أكتر واحد حاسس إن هو هيبقى مؤثر، أو أكتر واحد أنت حاسس إن أنت عايز تحققه، بس هتختار هدف واحد بس. هنتكلم إن شاء الله المرة الجاية عن طريقة اختيار الأهداف والصيغة اللي احنا المفروض نحط بيها أهدافنا علشان نخليها قابلة أكتر للتحقيق، وإزاي نحط خطة لتحقيقها and so on. بس المهم دلوقتي إن أنت هتختار هدف واحد بس. ومن العادات هتختار عادة واحدة بس عايز تضيفها أو عايز تلغيها. وبرضو نفس الشيء ممكن تختار العادة اللي انت حاسس ان هي هتبقى اكتر واحدة مهمة او اكتر واحدة مؤثرة او اكتر واحدة انت نفسك فيها.
وتالت حاجة أكيد انتوا فهمتوا خلاص دلوقتي، هتختار حاجة واحدة بس من الحاجات اللي عمرك ما عملتها قبل كده ونفسك ان انت تعملها، وهو ده اللي هنركز عليه السنة دي. وزي ما قلت ان شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم عن الأهداف، الحلقة اللي بعدها هنتكلم عن العادات، والحلقة اللي بعدها هنتكلم عن عمل حاجات جديدة ومختلفة ما عملناهاش قبل كده ومش متعودين ان احنا نعملها. بس ليه ده approach احسن بكتير، وليه مستاهل ان انت تعمل البروسيس بالطريقة دي، وان انت تحاول ان انت بعد كده تكمل السنة بالفوكس ده، بالتركيز ده على الثلاث حاجات دول؟ علشان اسباب كتير. اولا، احد اهم الاسباب، مش السبب الوحيد، بس احد اهم الاسباب ان الناس بتفشل في ان هي تنفذ القرارات بتاعت راس السنة او انها تحقق الاهداف اللي بتحطها للسنة، هو إنها ما بيبقاش عندها emotional connection قوي كفاية مع القرار ده أو الأهداف دي، إنه ما عندوش ارتباط عاطفي كافي بالقرار ده أو بالهدف ده. فاكرين لما اتكلمنا عن إنه مشاعرنا هي اللي بتحرك تصرفاتنا، وإن مشاعرنا بتيجي من أفكارنا؟ لما بتعمل البروسيس ده وبعدين تختار هدف واحد بس، فتحتاج إن أنت تفكر في أهميته وتقارنه بالأهداف التانية، وتفكر ليه تأثيره هيبقى كبير. طب لو ما اخترتوش واخترت هدف تاني أنهي أحسن؟ ولو ما حققتوش إيه الحاجات السلبية اللي هتحصل، أو إيه الحاجات اللي هتستمر في حياتك وإنت مش حابب إن هي تفضل بالطريقة دي؟ لما تحتاج إن أنت تفكر في كل ده بالتفاصيل دي وبالعمق ده، وحتى مجرد إن أنت تحتاج إن أنت تختار حاجة واحدة بس علشان تلتزم بيها، ده mental و emotional process مختلف خالص، وبيخلي في الآخر أفكارك عن الهدف ده وشعورك تجاهه وتجاه تحقيقه وتجاه عدم تحقيقه مختلف تماما عن لو قلتلك ايه أهداف السنة دي أو ايه اللي انت عايزه السنة دي، يلا اكتب لستة وحاول ان انت تحققها. وكمان as a bonus، في self awareness كبير بيحصل هنا، في حالة من الوعي بالذات والوعي بالأفكار والوعي بالرغبات والوعي بالأحلام. ممكن لو انت شخص مش متعود ان انت تفكر في الحاجات دي مع نفسك، مش متعود ان انت تعمل journaling، مش متعود على reflection، هتبقى جديدة بالنسبة لك، ودي مفيدة جدا بشكل عام. تاني سبب هو انه الثلاث حاجات دول، ان انا احقق هدف وان انا اغير عادة وان انا اعمل حاجة جديدة ما عملتهاش قبل كده، بيستخدموا اجزاء مختلفة من الدماغ وعمليات معرفية وذهنية وعاطفية مختلفة، وبالتالي مش بنعمل overload على الاكزيكتيف functions باننا نحاول نتعامل مع اهداف كتير بنحاول نحققها في نفس الوقت، مش بنعمل تحميل زيادة على نفس الوظائف في المخ، وده بيخلي الاستمرار والتوازن في تحقيق الثلاث حاجات دول أسهل بكتير. الكلام ده هيبان أكتر لما نتكلم بالتفصيل عن الطريقة اللي بنحتاج إننا نفكر بيها ونخطط بيها، والحاجات اللي بنحتاج إننا نعملها علشان نحقق هدف versus إن إحنا نغير عادة and so on. تالت سبب هو إنه التغيير اللي بتقدر تحققه بالأبروتش ده في نفسك وفي حياتك بيكون أكبر وأوسع، لأنك بتغير بأشكال مختلفة، ماشي في اتجاه تحقيق أهدافك وفي نفس الوقت بتغير في عاداتك وفي نفس الوقت بتدخل حاجة جديدة في حياتك، بس كل ده بيزق في اتجاه رؤية معينة انت شفتها من الأول لشكل الحياة اللي انت عايزها أو شكل التغيير اللي انت عايز تعمله، واخترت كل عنصر من دول على أساس الرؤية اللي انت شفتها وأكتر حاجات هتقربك ليها. رابع سبب هو إنك لما بتختار هدف واحد تركز عليه بدل ما يبقوا كذا هدف، ده بيخلي فرص تحقيقه أكبر بكتير جدا جدا، لأننا لما بيكون عندنا كذا هدف وكلهم مهمين، ده بيخلينا في أوقات كتير نبقى محتارين في تقسيم الوقت، في تقسيم المجهود والطاقة، في تحديد الأولويات، والحيرة دي في حد ذاتها بتسرسب من طاقتنا، بتسحب منها كتير من غير ما نحس، بترهقنا ذهنيا ونفسيا. وفي نفس الوقت بيبقى عندي حاجات كتير محتاجة أعملها، لأنه إحنا بنتكلم على أهداف طويلة الأمد نسبيا، يعني بنتكلم على أهداف إحنا حاطينها لسنة، فهيبقى فيها خطوات كتير في النص بعملها عشان بعد سنة أبقى وصلت للهدف ده. فلما أبقى بعمل كده لأهداف كتير، فرص إنه الحاجات دي اللي مطلوب مني إن أنا أعملها يقع منها حاجات هتبقى أكتر بكتير، والإحباط اللي بحس بيه علشان ببقى وقعت حاجة أو اتنين لهدف أو اتنين بيأثر سلبيا على أدائي في الحاجات التانية بتاعت الأهداف التانية، وبيهز قناعتي إنه أنا هقدر أحقق الأهداف دي، وإني على آخر السنة هكون فعلا حققت اللي أنا قلته. بس لما بختار هدف واحد من الأول بعد تفكير كويس وابقى حددت إن هو ده الأولوية، بلغي الكلام ده كله
وممكن أشتغل على الحاجات التانية عادي، لإن إحنا ما بنلغيش كل حاجة في حياتنا ونفضل ماشيين في حاجة واحدة بس. بس لمّا يحصل تعارض أو الوقت يبقى ضيّق أو أبقى تعبانة ومش قادرة إن أنا أعمل كل الحاجات اللي عايزة أعملها، القرار بيكون already متاخد، إيه اللي هاعمله وإيه اللي مش هاعمله، ومش هالاقي نفسي بالِف في دوامات وباتقدّم خطوتين هنا وخطوتين هنا، وفي الآخر ألاقي نفسي ما وصلتش لأي حاجة ليها معنى. خامس سبب له علاقة باحتياجاتنا النفسية الغير واعية. يمكن الكلام اللي هاقوله في النقطة دي يبقى أوضح شوية للناس اللي سمعوني قبل كده باتكلم في الموضوع ده، مش هنا في الpodcast في حتت تانية، أو الناس اللي قابلهم حاجة شبه الكلام ده في حتة تانية. بس لو أول مرة تسمع الكلام ده أو حسيت إن هو غريب أو مش واضح بالنسبة لك it's okay، ما تقلقش يعني علشان هنتكلم إن شاء الله فيه بالتفصيل في حلقات جاية. كلنا عندنا احتياجات نفسية بتكون بدرجة كبيرة غير واعية، والapproach ده أو الطريقة دي في التفكير والتعامل مع خططنا للسنة الجديدة بتلمس مع أهم الاحتياجات دي. فلما بنقعد في الأول نسأل نفسنا الأسئلة اللي أنا قلتها في أول الحلقة ونفكر فيها ونجاوب عليها، الحوار الداخلي اللي بنحتاج إن إحنا بالضرورة نعمله مع نفسنا علشان نجاوب على الأسئلة دي ونتخيل الرؤية دي اللي إحنا عايزينها لحياتنا كمان سنة ونبقى مفكرين فيها وشايفينها، ده بيعمل حالة من الكونكشن مع نفسنا، حالة من الصلة أو التواصل، ودي أحد الاحتياجات بتاعتنا. وتحديد الأهداف الكبيرة والشغل على تحقيقها له علاقة بالاحتياج للنمو، وفي أغلب الأحيان بيبقى له علاقة بالاحتياج للحيثية الgrowth والsignificance. والعادات مرتبطة باحتياجنا للcertainty اليقين، وعمل حاجة جديدة عمرنا ما عملناها قبل كده حاجة كبيرة جدا ومهمة جدا بالنسبة للاحتياج للuncertainty، الاحتياج لعدم اليقين اللي هو مرتبط بالتنوع والتغيير والمغامرة والإثارة. فبالapproach ده أنا من قبل ما السنة تبتدي من أول السنة بخاطب احتياجاتي المختلفة، فبيبقى فيه اتزان أكتر بكتير من الapproach التقليدي بتاع حط الأهداف والشغل على تحقيقها، لأن ده عادة بيحقق احتياجات على حساب احتياجات تانية. سادس سبب، في مقولة عبقرية لتوني روبنز بتقول إنه most people overestimate how much they can achieve in 1 year and underestimate how much they can achieve in 10 years. إنه أغلب الناس بتبالغ في تقدير إيه اللي هي ممكن تحققه في سنة، وبتقلل جدا جدا في تقدير أو تصور إيه اللي هي ممكن تحققه في 10 سنين. والاتنين ليهم علاقة ببعض، لأني لما ببالغ في تقدير اللي أقدر أحققه في سنة وبعد كده بفشل في تحقيقه بأحبط جدا ومش بفكر إني أقدر أحقق حاجات أكبر منه، وباجي السنة اللي بعدها أبقى بادي من نفس النقطة فأرجع تاني أحاول أحقق نفس الحاجات، فولا بحقق في 10 سنين ورا بعض حاجات كبيرة قوي قد اللي أنا ممكن أحققها، ولا حتى بحلم أحلام كبيرة enough، لأني بسبب إني ما بحققش في السنة الواحدة اللي أقدر إن أنا أحققه عمري ما بتخيل قد إيه لو فضلت أحقق سنة ورا سنة حجم اللي ممكن أحققه في 10 سنين. فالابروتش ده أولا بيخلينا ما نعملش over estimation للي نقدر نحققه في سنة واحدة، وبالتالي نقدر فعلا إننا نحققه، ما نشتتش نفسنا بحاجات كتيرة جدا ونبقى focused و constrained على حاجات قليلة، يعني مركزين ومقيدين لتركيزنا ومجهودنا في اتجاه حاجات محددة جدا، فبالتالي نقدر إن احنا نحققها. وفي نفس الوقت بيسات us up، بيحطنا في وضع إن احنا لما إن شاء الله نيجي للسنة الجاية ونبقى قاعدين القعدة دي وبنفكر في أهدافنا للسنة اللي بعدها، نبقى قادرين نفكر في أهداف ونحلم بحاجات ونخطط لحاجات مش بس أكبر بكتير من اللي احنا نقدر نعمله دلوقتي، لكن حاجات ما نقدرش أصلا دلوقتي إننا نفكر فيها أو نحلم بيها. مش ما نقدرش نفكر إننا نقدر نحققها، أحيانا حتى حاجات مش ممكن تيجي في بالنا دلوقتي، لكن لو كمان سنة كنا حققنا هدف وغيرنا عادة وعملنا حاجة ما عملناهاش قبل كده، هيبقى كأنك فتحت لنفسك على الدنيا والاحتمالات اللي فيها أبواب ما كانتش مفتوحة وشبابيك ما كانتش موجودة أصلا. ليه؟ لأنه تغيير العادات بيغير في الهوية. أي شخص كان بيدخن لفترة طويلة ومبطل تدخين بقاله فترة طويلة هيبقى فاهم أنا بتكلم عن إيه. كان جزء من هويته إنه شخص مدخن، ودلوقتي بقى جزء من هويته إنه شخص غير مدخن. لو أنا ابتديت عادة النهاردة وقعدت محافظة عليها لمدة سنة، كمان سنة هيبقى حصل تغيير في هويتي. لو أنا let's say مثلا العادة بتاعتي إن أنا هنزل أجري كل يوم الصبح قبل الشغل وحافظت عليها لمدة سنة،
بعد سنة هبقى بفكر في نفسي إنه I'm a runner، ده هيبقى جزء من الهوية بتاعتي. وعمل حاجة جديدة عمري ما عملتها قبل كده بيغير فورا في صورتي الذاتية، بيغير فورا في أنا شايف نفسي إزاي، بشوف نفسي in a different light، بشوف نفسي في صورة جديدة أو من زاوية جديدة ما كنتش شايفها قبل كده. الحاجتين دول بيخلوني أفكر أفكار مختلفة وأتخيل حاجات مختلفة ويجي في بالي أحلام جديدة، ويمكن أدرك إن أنا عايز حاجات أو عندي أحلام ما كنتش قبل كده مدي لنفسي حتى الفرصة إن أنا أدرك إن أنا عايزها أو إن أنا بحلم بيها، لأنها كانت غير متوافقة مع هويتي أو مع صورتي الذاتية. وده يجيبنا لسابع وآخر سبب هتكلم عنه النهاردة، وهو إنه علشان الأبروتش ده بيخليك تغير في هويتك وتغير في صورتك الذاتية، التغيير بيبقى lasting change، ما بيبقاش بس هدف حققته زي ما بيحصل أوقات كتير قوي معانا، إننا بيبقى عندنا هدف وبعد ما نحققه ما بنكملش في بقية السكة، بنبقى مشينا شوية في اتجاه شخص عايز أكونه أو حياة عايز أعيشها، والهدف ده فعلا كان خطوة مهمة في هذا الاتجاه، بس بعد كده خلاص بتزق من الظروف في اتجاه تاني أو حاجة تانية بتحبطني فما بكملش في السكة اللي كنت فيها. لكن لما التغيير يبقى كمان في هويتي وفي صورتي الذاتية، خلاص أنا مش بس ماشي على طريق، أنا نفسي اتغيرت، بقيت شخص مختلف، بفكر وبحس وبتصرف بطريقة أقرب وأكتر اتساقا مع الشخص اللي أنا عايز أكونه والحياة اللي أنا عايز أعيشها عن الشخص اللي أنا دلوقتي والحياة اللي أنا فيها دلوقتي. في الحلقات الجاية إن شاء الله هنتكلم عن الثلاث حاجات اللي عايزين نعملهم: تحقيق الأهداف وتغيير العادات وعمل حاجة جديدة، وإزاي نساعد نفسنا في كل حاجة من دول. النهاردة هسيبكم مع مقولة لماكسويل مالتز بتقول: Positive thinking does indeed work when it is consistent with the individual's self-image. It literally cannot work when it is inconsistent with the self-image until the self-image itself has been changed. التفكير الإيجابي بيشتغل فعلا، بينجح فعلا لما بيكون متسق مع الصورة الذاتية للفرد، الصورة اللي الشخص ده عنده عن نفسه، وفعليا ما ينفعش يشتغل لو كان غير متسق مع الصورة الذاتية لغاية لما الصورة الذاتية نفسها تتغير. لو عندكم أي أسئلة، تعليقات أو اقتراحات تقدروا تبعتولنا على الإيميل podcast@yomnalmasri.com. لو الحلقة عجبتكم ممكن تسيبوا ريفيو، ولو حاسين إن حد تعرفوه ممكن يستفيد من الحلقة بتاعت النهاردة ياريت تبعتوها له. لو عايزين تتابعوا الحلقات الجاية ممكن تعملوا سبسكرايب علشان مفيش حاجة تفوتكم وعلشان ده بيساعد البودكاست إن هو يستمر. دي كانت حلقة النهاردة، ونتقابل إن شاء الله على خير في الحلقة الجاية.